بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنيئا هنيئا ومبروك للمنتخب الوطني المغربي الفوز بالأداء والنتيجة، وكأن المنتخب الوطني المغربي ولد من جديد، منتخب بروح جديدة، بجرينتا جديدة، بعقلية جديدة. سبحان الله، وكأن المنتخب تغير جذريا، العقلية تغيرات، اللعابة بداو بواحد الجرينتا قوية إلى لاحظتوا من بداية المباراة، والاتجاه نحو الشبكة فقط ولا شيء غير الشبكة. صراحة لم أرتب أفكاري، غادي نحاول ندردش معاكم شي شويه. بالنسبه للتشكيله، هذه التشكيله تقريبا اللي كنت متوقع، سوى الشيبي خرج لي من الجنب. لم اكن متوقع صراحه انه الشيبي يبدا اساسي. اما بالنسبه للتشكيله الاخرى، هذه هي التشكيله اللي كنت صراحه من قلبي باغيها هي اللي تكون، وهي اللي عطاتنا يعني هذه النتيجه اللي شفنا. غادي نبدا بالدفاع. الجول ما نهضروش عليه لان بونو هو بونو. وعلى ذكر بونو تقريبا حسبت 17 دقيقه و30 ثانيه لم يظهر في الكاميرا، تقريبا هذه المده كامله والاتجاه نحو شبكه المنتخب الزامبي، وهذا دليل على القوه اللي بدا بها المنتخب الوطني المغربي. بالنسبه للدفاع صراحه كاين واحد التجانس قوي بين اكرد وبين ماسينا، واخا اكرد كيلعب بالرجل اليسرى وايضا ماسينا، ولكن ما لقيناش نفس الاخطاء اللي كانت لما كان اليميق معاه. بالنسبه للشيبي مباراه ولا اروع، الكروسات مع راس، التوغل في العمق، كيدافع واحد الجرينتا ما شاء الله، زعما سبحان الله. لو لم يكن زعما عندنا حكيمي، فالشيبي في المكان المناسب. وحتى يعني مزراوي، الحاج مزراوي لما رجع للجهه اليسرى صراحه ما كناش كنشوفوا انه هناك نقص، وكأن المنتخب الوطني المغربي عنده كل لاعب في بلاصتو. بالنسبه لوسط الميدان، انا اليوم صراحه تمتعت بعدم وجود امرابط، وكنظن ان الكل تقريبا متفق. امرابط والله العظيم الا كان حرمنا من المتعه العناوي ومن المتعه ديال الاناحي. امرابط الاخوه لو كان لعب هذا النهار والله ما غنشوفوا هذا التوجه نحو المرمى، كيشد كره كيبقى يدور رجع اللور. ولاحظوا حتى الهجمات اليوم اللي كانت ولي باس، التمريرات اللي كانوا بين العناوي وبين اناحي وما بين الصباري، وكانت كتوصل حتى لعند الزلزولي وعند ابراهيم دياز، خفيفه بسرعه. يعني المنتخب الزامبي ما فهم والو، وهذا هو اللي كان كينقصنا. امرابط ما عندوش هذه المهاره. امرابط واحد اللاعب اللي كيشد الكره وبلاتي عليه كيرزن، وعاد كيبقى يشوف فين يحل، ما كيوحل كيرجعها للور. هو اللي تحرمنا منه في المباريات الماضيه. والله العظيم الى الحمد لله الحمد لله، نحن لا نتحدث عن امرابط كشخص، امرابط على راسنا وعينينا نحترمه، حتى هو لاعب قدم للمنتخب الوطني الكثير، ولكن في هذه المباريات صراحه ماشي ديال امرابط. شفتوا العناوي اليوم كان بواحد الاريحيه، يا سلام لي باس اللي كان كيطلق، والله العظيم الا داك الشيء خيالي. دار واحد التوليفه جميله مع اناحي ومع الصبار، يلقى واحد المساحه فين يتحرك. كما قلت في المباراه الماضيه كانوا كيصدموا في بعضياتهم، يعني ما كانش كيلقى واحد الحريه. اليوم لقى حريه. واليوم حتى العناوي اللي هو كيلعب وسط ميدان دفاعي، اليوم شفناه في الدور الهجومي. عرفتي شحال من تمريره عطى للزلزولي، شحال من تمريره عطى للجهه اليمنى، وهذا شيء جميل جدا. اناحي ما نقدر نقول عليه والو، تبارك الله ادى مباراه جميله جدا جدا، وهذا هو اناحي اللي كنعرفوا. الصباري كما شفتوا راه مني خرج ما كانش راضي على المستوى ديالو صراحه. كنظن مازال متاثر شي شويه بالانتقادات، ولكن انا متاكد ان الصباري يقدر يعطي اكثر من هذا الشيء. هذا الصباري صراحه عنده ما يقول، لكن نتمنى له ان شاء الله الخير في المباريات القادمه ان شاء الله. مساله اخرى، الا لاحظتوا ان المنتخب الزامبي ملي كان كيبغي يطلع في الهجمه، فالكره دغيا كتضيع في وسط الميدان ديالنا، بمعنى دغيا كناخذوها. وهذا دليل على انه حتى بعدم وجود امرابط فاننا قادرين نرجعوا الكره، لان ملي كنا كنوضوا نهضروا كيقول لك لا امرابط عنده واحد الدور ديال افتكاك الكره، حنا كنا كنرجعوا كره بمعنى بدون وجود امرابط. يعني لاعبين كانوا قاضي الغرض كما كنقولوا. ولا لاحظتوا حتى في الدفاع بعض الاحيان ما كانتش كتولي 4-1 كانت كتبقى 4-3-3، وهو اللي كان كيشكل. ربما هذه تحسب للركراكي لانه فاجئ المنتخب الزامبي اللي كان عوال عليه بداك الفكره نتاع راه غيبقى له ب 4-1. لهذا كنا كنشوفوا 4-3-3 قضات الغرض، وكانت كتحول في بعض الاحيان صراحه كتولي 4-1 وفي بعض الاحيان 4-2. لكن والله العظيم اليوم زعما الركراكي واش الانتقادات داروا خدمتهم.
ربما. فاش هضرنا على الأجنحة أيضا قلنا أن الزلزولي هو اللي خصو يكون جناح، وتبارك الله يعني الزلزولي أدى اللي عليه، ما عطاناش داك 100%، ولكن اللي قام به هذا النهار صراحة حسن ما قام به السيباري، أحسن بكثير اللي قام به السيباري في المباراة الماضية. وشفنا التمريرات ديالو لكاري ديزويد، وشفنا نعم سيدي داك المراوغات ديالو. الزلزولي كيخلق لك اللاعب على الجهه اليسرى سواء مرر او راوغ، المهم كياخذ لك واحد ليسباس لجهته وكيخوي لك لاعب اخر اللي كيكون جاي من وسط الميدان. هو اللي خلانا نشوفوا بعض الثنائيات بينه وبين أوناحي خصوصا. وكما شفتوا المنتخب الزامبي طبعا ما كانش عنده تسديدات قويه على المرمى، نقدروا نقولوا ما شكلش واحد الخطر كبير الا في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني واحد التسديده كانت خارج الاطار، والكعبي يكررها وهي اجمل لقطه بالنسبه لي في هذه المباراه. هادشي باش كيعجبك الكعبي كيبقى صايم، ولكن ملي كيسجل اهداف خرافيه. بالنسبه لي الكعبي صراحه فاش كان في التشكيله فهو ربما انسب للتشكيله اللي كيلعب بها على حساب النصيري ولا رحيمي. صراحه رحيمي ما عطاناش داك الشيء اللي بغينا، وممكن رحيمي يفضل انه يكون جناح على انه يكون في عمق الهجوم. وبالنسبه للنصيري، النصيري كنعرفوا عليه داك الضربات الرأسية، وحنا طبعا بالطريقة اللي كنلعبوا بها خصنا داك اللاعب اللي كيعرف يتمركز وسط العمق الدفاعي يعني في الكاري ديزويد، واللي كيخلق لنا بعض المفاجآت للخصم. كانت هذه بعجالة بعض الأمور اللي شفتها من مباراة اليوم. ممكن تكون أمور أخرى التي لم أراها، ممكن أيضا تكون أمور نقدر نخطأ فيها، لكن في النهاية صراحة فرحنا لأن المنتخب الوطني رجعت له الروح. ونعاود ونقول أن هذه المباراة هي الانطلاقة الحقيقية إن شاء الله للسير قدما باش نخليو داك الكاس في المغرب. اليوم شفنا داك المنتخب اللي بغينا، اليوم شفنا الناس في الملعب كانوا راضيين على الأداء وهذا هو اللي كنهضروا عليه. أما النتيجة الحمد لله المغرب دائما كيعطينا نتيجة، لكن مني ما كيكونش داك الأداء كنخافوا، حيت إلا خفنا من الأداء لا قدر الله نقدروا أننا نوصلوا في حسابات. وكان جواب مباشر لذاك اللاعب ديال زامبيا اللي كان قال لنا نعم سيدي احنا قادرين نغلبوا المنتخب المغربي لأنه منتخب منفوخ إعلاميا. اليوم اللي تنفخ هو منتخب زامبيا، والعقبة للقادمين إن شاء الله. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي، والكأس إن شاء الله الإفريقية مغربية إن شاء الله بحول الله. إلى اللقاء.